على الطايره والطايره رجال والطايره انسات، ويعني اخر الاخبار لان انا فيمكن اطمنت الناس من 3 4 ايام وقلت لهم ما تخافوش، فريق الطايره رجال الابطال مسافرين وهيشاركوا في كاس الامم، فريق الطايره انسات ابطال ايضا برضه وهيشاركوا. بالعافيه يا كابتن خالد. كابتن خالد، ايوه انت شفت احنا يا نطلع اليد يا نطلع فولي ولاد يا نطلع ايوه فولي بنات. ويمكن رئيس النادي قال يعني نستميت ان احنا نشارك في الثلاث صح بطولات صح في الثلاث فرق. صح. الناس لازم تعرف انا بشيل 100,000 جنيه من هنا عشان احطها اه هنا. والله. يمكن حابب اشكر فرقه الطايره بنات. مم. النهارده قالوا لي احنا مش محتاجين اي حاجه غير ان احنا نسافر. احنا عايزين نعمل تاريخ لنادي الزمالك في الكره الطايره، لان برضو الناس برضو ايه ما كانتش متخيله ان انا باخد طبعا كل سنه بطوله في الكره الطايره بنات والسنه دي يعني حاجه معتاده. لا، اللي حصل السنه دي لم يحدث بقاله اكثر من 40 سنه. لم يحدث. البنات النهارده يعني كنا قاعدين بشكرهم بنشوف ازاي نجمع الفلوس اللي هنسافر بيها. ازاي هنحاول نبعت فلوس وهم هناك. يعني مساله غايه صعب. في التعقيد. بشكرهم. ازاي هنحجز تذاكر الطيران. انا بشك بقى الجمهور معايا، لان في بيهاجمك بدون اسباب. مم. هو يعني مولود بيكرهك او منتفع خلاص، وفي اللي بيهاجمك لانه ما يعرفش. وانا بوجه الكلام ده للي ايه ما ما يعرفش يعرفش، لازم طبعا. يبقى عارف التفاصيل. طيب طايره رجال ان البنات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيسافروا. شاء الله. لان دي هتكون اول مره باذن الله في التاريخ المشاركه، حتى مش ان هم ياخدوا بطوله، مم. لكن هم يستحقوا. وكانت طبعا توجيهات رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، وانا قاصد اني اقول ان كل حاجه بتوجيهات المستشار مرتضى منصور، لانه لازم ياخد حقه. طبعا يعني طبعا لازم ياخد حقه. طبعا حتى يعني تاريخيا ده قلت لك 17 بطوله في كره طبعا اليد، ده ما طبعا حصلتش. يعني ما فيش رئيس نادي عمل كده، بس عشان نكون واضحين. طبعا. آه، رجال. لا، انا بشكر البنات بشكر البنات بشكر البنات لان هم ايوه فريق الطايره رجال النهارده. هيعملوا ايه؟ ثانيه واحده بس، ثانيه. ما احنا يا خالد انت عندك آه، خالد انت سامعني؟ سامع كويس. سامع كويس. آه، البنات النهارده بقول لك ان شاء الله يعني هنصفرهم. ان شاء الله. البنت حتى اللي اسمها مايوكا او ميلكا اللي هي المحترفه دي، قالت لي هو انتوا ازاي النادي بيتحارب كده ومع ذلك انتوا مصرين والبنات مصره ان هم تسافر والولاد مصره ان هي تسافر. ليه انتوا إيه النادي الغريب ده؟ مم. خلاص، لان الناس لازم تعرف ان فلوس خلاص هي بتساوي المكافآت، بتساوي صح بطولات، طبعا طبعا. بتساوي مستحقات. صح. الرياضه بقت فلوس. اكيد. يعني ما حدش يقول لي انت جيب اسمه ايه بتاع الباسكت اوجي مايو. اجيب اوجي مايو. انتوا عارفين اوجي مايو بكام؟ ب 15 مليون جنيه. مم. ولا انتوا فاكرين اوجي مايو ده بياخد 200,000؟ جدد لفلان مش عارف ايه. ما هو فلان ده عايز 5 6 مليون. الارقام اصبحت ارقام كبيره جدا. جدا جدا. خلاص.